السلام عليكم متابعينا الكرام، اهلا بكم في حلقه خاصه. واش لاحظتوا بلي هاد الايام كاين واحد الهدوء غريب في مركب محمد السادس بالمعموره، في الوقت اللي كاع الصحافه مركزه مع المنتخب الاول وكذلك المونديال؟ كاين واحد المختبر كروي خدام في صمت بعيدا عن الاضواء. كنهضر على جيل اشبال الاطلس لاقل من 17 سنه. اليوم حنا في 5 ابريل 2026، كاينين كواليس ومعطيات رسميه لازم نوقفوا عندها، حيت حنا قدام جيل استثنائي بكل المقاييس. اليوم غنفكوا علاش هذا المنتخب هو الاخطر تكتيكيا في افريقيا، وشكون هذه الموهبه الفذه ابراهيم الرباج اللي كيوصفوه في اكاديميه تشيلسي بميسي الجديد. وقبل ما نغوصوا في التفاصيل، صليوا على رسول الله، بسم الله نبداو. هذه الخدمه اللي كنشوفوها في المعسكرات هي اللي عطات اولى الثمار في الميدان. بزاف منكم شافوا المنتخب في تصفيات اتحاد شمال افريقيا لوناف الاخيره، لكن المعلومه اللي غايبه على الاغلبيه هي ان المغرب واخا هو المنظم الرسمي لنهائيات الكان هذا العام الا انه دخل التصفيات بكل ثقله. علاش هذا الاصرار؟ حيت الفلسفه ديال الاداره التقنيه تبدلات. الهدف ماشي هو التاهل اللي مضمون قانونيا كبلد منظم، بل هو بناء شخصيه البطل. ملي كتلعب ماتشات حقيقيه وصعيبه قدام مصر وتونس وانت ضامن بلاصتك، هنا كيبان النضج الذهني ديال اللعابه. هذه الاستمراريه خلاتنا نخرجوا بهويه بصريه واضحه للمنتخب، الاستحواذ اللي كينشف الريق ديال الخصم والنجاعه اللي كتحسم الماتشات من انصاف الفرص. وهذه الهويه اللي كنهضروا عليها راها مبنيه على ارقام وتقنيات حديثه كتطبق على ارضيه الملعب. اجي نشرح لكم واحد السير تقني كيدور في الكواليس ديال التدريبات. واش لاحظتوا بلي المنتخب ولا كيوصل لمرمى الخصم في اقل من 4 ثواني بمجرد ما كيقطع الكره؟ هذه كتسمى قاعده التحول العمودي الخاطف، وشرحها بسيط. بمجرد ما الدفاع يقطع الكره، الخصم كيكون في حاله ارتباك تكتيكي حيت باغي يهجم ومازال ما رجعوش المدافعين لبلاصتهم. هنا كتدخل السرعه الانفجاريه ديال الاجنحه وتمريره واحده عموديه دقيقه كتوصلنا للمرمى قبل ما يلقاو الوقت يغطيو المساحات. هاد الربعه الثواني هي السلاح اللي غيخلي كبار افريقيا يعانوا بزاف في الكان اللي غتحتضنها بلادنا. وباش تطبق هاد القاعده بنجاح خاص يكون عندك مهندس عبقري كيعرف يقرا الملعب قبل ما توصلوا الكره. وهنا لازم نوقفوا عند هاد الاسم اللي غيصنع التاريخ ان شاء الله، اللي هو ابراهيم الرباج. هاد الولد ولد في 3 يناير 2009 بمدينه ليستر الانجليزيه، ومن صغرو بان بلي هو خامه نادره. ابراهيم كيمرس في اكاديميه تشيلسي تحت 18 عاما، وكيمتاز برجل يسرى ساحره وقدره على المراوغه خلات الكشافين في انجلترا يشبهوه بليونيل ميسي. والمعلومه الرسميه كتقول باللي حنا قدام مشروع نجم عالمي، هي ان نادي تشيلسي وقع معاه اول عقد احترافي في يناير اللي فات 2026. الرباج اختار يمثل المغرب بقلبه رغم الجنسيه البريطانيه، وهو اللي غيكون الساروت اللي غيفتح لنا كاع الدفاعات الصعبه في الكان الجايه بفضل المهارات ديالو في خلق الفرص من لا شيء. ووجود مواهب بقيمه ابراهيم الرباج هو اللي غيخلي طموحاتنا تفوت القاره السمراء. دابا علاش هاد الكان اللي غنضموها في المغرب في 2026 مهمه لهذه الدرجه؟ حيت نظام الفيفا تبدل كليا. كاس العالم للناشئين واللي كيتنظم كل عام في قطر ابتداء من سنه 2025. هذا الشيء كيعني باللي هذا الجيل عنده مسؤوليه مضاعفه، يربح الكاس القاريه في ارضه وبين جمهوره، ويمشي مثلنا في مونديال قطر 2026 اللي غيكون في الصيف. الجامعه الملكيه المغربيه راهنت على هاد الشباب، وفرت لهم احسن مراكز التكوين والوديات العالميه، والهدف واحد: المنصه في المغرب والتحليق في سماء الدوحه. اذا في ختام، هذا الجيل هو المستقبل اللي كيتسناه الشعب المغربي ومحتاج منا الدعم والوقوف ديال بصح بعيدا عن ضغط النتائج اللحظيه. شنو بان لكم في موهبه ديال ابراهيم الرباج؟ واش كتشوفوه فعلا هو النجم اللي غيقود هذا الجيل للقب القاري الاول من نوعه؟ شاركونا ارائكم في التعليقات بكل رزانه وموضوعيه، حيث ارائكم هي اللي كتغني النقاش. شكرا على الوفاء ديالكم، ما تنساوش اللايك والاشتراك باش تكبر العائله. تهلاو في الوالدين، صليوا على رسول الله، ديما مغرب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.